نفرهرو. الملك أحمس الأول والملك كاموس هما الاتنين جابوا السلسلة الجميلة دي هدية لوالدتهم. والدتهم دي بقى مش أي حد، دي الملكة إياح حتب، المناضلة العظيمة إياح حتب. ما جابولهاش السلسلة دي بمناسبة عيد الأم مثلا، ولا علشان تحضر بيها فرح، لا لا، ده وسام عسكري، يعني حاجة ليها مناسبة خاصة خالص. الملكة إياح حتب مناضلة كبيرة جدا، هي كانت زوجة الملك سقننرع طاعة الثاني، وهي اللي شجعته في حربه ضد الهكسوس. الكلام ده كان في الأسرة ال17، وقامت بدور كبير جدا مع زوجها في هذه الحرب. مع الأسف الانتصار لم يكتمل، ومات سقننرع طاعة قتيلا شهيدا في هذه الحرب. ما قالتش بقى كفاية ونسكت، لا، شجعت ابنها كاموس ان هو يكمل الحرب ويكمل المسيرة اللي بدأها والده، الى ان مات شهيدا هو كمان. يحصل ايه بعد كده؟ فاضل الابن الاصغر اللي هو احمس. ما قالتش بقى لا، انا اخاف على ابني لحسن يموت، بعد ما قدمت زوجها لمصر وبعد ما قدمت ابنها الكبير لمصر، شجعت احمس هو كمان عشان يستكمل المسيرة ويبدأ حربه هو كمان ضد الهكسوس، ووقفت معاه. صنعوا العجلات الحربية لأول مرة في مصر وانتصروا أخيرا، وقدر أحمس ان هو يطرد الهكسوس تماما من مصر. أحمس وكاموس قبل ما يموت كاموس هما الاثنين قدموا هذا الوسام. السلسلة دي عبارة عن وسام، هو وسام عسكري، قدموه لوالدتهم تقديرا للدور العظيم اللي هي لعبته في الحرب، سواء مع زوجها أو ابنها الأول أو ابنها الثاني محرر مصر وقاهر الهكسوس اللي هو الملك أحمس الأول. السلسلة من الذهب، فيها 3 دلايات، يعني 3 بوندونتيف على شكل 3 ذبابات. كل ذبابة هنلاقي عينيها ورمة شوية وكبيرة أكبر من اللازم، وهنلاقي كمان ليها جناحات كبار. دي من الحاجات النادرة جدا، اتلقت طبعا في المقبرة بتاعت إياح حتب اللي هي لقيناها في دراع أبو النجا في البر الغربي في الأقصر. ولقينا مجموعة من الحاجات مش معتاد أبدا إنها تكون في مقبرة ملكة.